كل سنة وكل المصريين بخير. طبعا كله دلوقتي مظبط حاجته، جاكيته، ورايح يظبط في راس السنه. مش دي المشكلة، المشكلة إن إحنا عندنا امتحانات بعديها على طول، ده إذا ما كناش في وسط الامتحانات. دايما لما الامتحان يقرب فيه شويه ظواهر كده دايما تتكرر مش فاهمينها، زي ان كل الناس تبقى بتنقل الشيت ولا واحد يبقى بيحله، مين اللي حله في الاصل ما نعرفش. زي مثلا عملية تناقل معلومات كده بشكل غريب، يعني المعلومة تتنقل من مكنة التصوير في الملزمة ومن الملزمة لدماغك ومن دماغك للامتحان، وفي الآخر تبقى أنت إنسان مش فاهم أي حاجة عايش في البخاخة كده. المشكله ان انت مش دايما بتصور ورق انت عارف وانت بتصور اي حاجه. يعني بصور مره والزمه من واحد لقيت وسط الورق عرض اسعار المكتبه، بنصوره ليه ده؟ ألف شكر يا باشا، ألف شكر. كانت إيه دي؟ ضياع ضياع. انا مش نجحت فيها السنه اللي فاتت دي. الغريب ان ساعات بلاقي الناس قاعده بتذاكر ومنهوكه قوي ومحموقه في المذاكره ومش عارف هو بيذاكر ايه. يا برنس تذاكر ايه؟ جاب. ساعات ورقه الامتحان بتخليني اروح للدكتور واقول له هي دي حلها ايه؟ وساعات الورقه تخليني اشفق على عقليه وضع الامتحان. انا ايام الكليه كان في قانون كده لازم تحفظه لانه بيجي في الامتحان. ايوه هو ما اعرفش ايه وجهه نظر الدكتور ان انت لازم تخش حافظه، يعني لو ايه لما يعني لازم تبقى حافظه. فانا كل يوم اقعد اكتبه، كل يوم اكتبه عشان انا احفظه. دخلت الامتحان لقيت السؤال اللي انا عايزه، قمت رازع القانون، بس انا ما كنتش فاكر الحاجه دي بتساوي ايه. طبعا لاني ما اهتمتش ان انا افهم القانون ده بيعمل ايه. طب الدكتور وحش ما بيشرحش، انت ايه مشكلتك انك تفهم؟ هل تعتقد ان القوانين موجوده في الدنيا رخامه، او ان قانون زي ده مثلا الجذر ده عشان المطره؟ دور اعرف ايه السبب. صدقني اللي بتفهمه وتعمله بايدك لا يمكن تنساه ابدا. ابوس ايدك ما تحفظش حاجه، كل حاجه ليها لازمه. والله الناس مش وحشه، والله الناس عايزه تشتغل. انا لفيت اكتر من 12 كليه هندسه وحاسبات ومعلومات، وفعلا انا فخور بكل الطلبه اللي انا قابلتهم، بس دايما في مشكله. يا ريت الامتحان اللي يتحط يبقى صعوبته في فكرته مش في المجهود المبذول لحله. احنا امانه في ايديكم. علمونا كويس، علمونا كويس، علمونا كويس.